تذكرون المشجع الهلالي اللي احترقت سيارته وهو جاي من الجوف الحايل للرياض؟ خلينا نشوف الفيديو عشان نتذكره بس. الحمد لله على كل حال. الحديد بداله حديد. احترقت سيارتي وانا طالع الرياض على خط حايل. هذا خط حايل نحضر مباراة ممثل الوطن الهلال. الحمد لله على كل حال. بس جايينك يا الهلال، لو اوقف تريله واركب معها. جايك باذن الله. الحمد لله شنطتي سلمت كذا تطلع قبل تولى شنطتي. الحمد لله. نبيك تحرقهم يا الهلال، نبيك تحرق صدري مثل السيارة اللي احترقت. نبيك تحرقهم حرق بإذن الله. موعد استلمتها. بعد ألف لا تنفجر بس. الله يعوضنا خير. شوف يا الهلال، علشانك انحرقت سياراتنا، لكن فداك نبيك تحرقهم. المشجع هذا اسمه عادل محمد العرجان من أهل الجوف، واليوم تلقيت اتصال من شركة فولكس فاجن السعودية، أحد رعاة نادي الهلال. قالوا ترى الفقرة هذه مو إعلانية، الحقيقة هو خبر بس. أعلنت الشركة أنها راح تهدي المشجع الهلالي سيارة بديلة عن سيارته اللي احترقت. عادل محمد العرجاني اتصلنا فيه وسألناه أول حاجة: وش صار لسيارتك؟ سيارتي احترقت طال عمرك وانا رايح. من ايش؟ شو اللي يخلي سيارة تحترق؟ وش اللي يخلي السيارة؟ الكهرب. انت تقول الامريكي، هي سيارة امريكي، مشكلتها في الكهرب. اوكي. طيب عموما انت يعني احد رعاة نادي الهلال اللي فولكس فاجن السعودية قررت انها تمنحك سيارة هدية تعويض عن هالسيارة، يعني ما تصير عاد لا كاس ولا سيارة، مصيبة يعني. الله يعطيكم العافية ابو بدر، ما قصرت، واشكر شركة الفولكس واجن العملاقة والراعي فريق الهلال على تقديم هالسيارة لي، وهذا يدل على اهتمامهم انه مو مقتصر على النادي بس، يتعدى حتى برا للجمهور. انقهرت على الكاس اللي راح؟ والله ايش تتوقع يا ابو بدر؟ كاس وراح من بين يدينا، وراح مو اي روح يعني. ضايق صدرك مرة ها؟ اسأل اي هلال ايش يقول لك. طيب وش روحه تغبن هذا. يلا معوضين ان شاء الله. سيارتك اللي راحت وش كانت؟ موديل كم؟ موديل ايش؟ موديل 2000. موديل 2000. اي نعم. يعني ما هي بغالية كانت يعني غالية عندك اكيد، بس اتكلم كقيمة مالية. طيب بس في ناس يقولون انك مسويها متعمد عشان التأمين وما التأمين. والله تعال شوف تويتر، اتفرج على تويتر، ناس يقولون متعمد وناس يقولون يعني انت اللي مسويها عشان تأمين وانت مسويها على انت مأمن سيارة. ما عليها هي تأمين؟ لا ما عليها تأمين، يعني السيارة راحت ما بقى لك الا هالشنطة يعني. الشنطة اللي بين يديني بس. وهالشعار. طيب ايش ناوي تسوي بالسيارة الجديدة اللي اعطوك اياها؟ وش ناوي اسوي فيها؟ انا من منبر ام بي سي وبرنامج ام بي سي، برنامج اكشن يدوي، اتبرع بالسيارة الهدية الوقف الاجر الدائم المشرف عليه المكتب التعاوني للدعوة والارشاد. وقف ايش؟ وقف الاجر الدائم. وقف هذا عندنا في المنطقة، انا متبرع بالسيارة للوقف في الجوف. ما في سيارة بديلة. اي نعم في الجوف، محافظة دمت الجندة. مكتب التعاون للدعوة والارشاد، توعية الجاليات، محافظة دمت الجندة. تكملون بناء الوقف. يعطيك الف عافية عادل. واكرر شكرا لك يا اخوي وليد والفريق البرنامج. الله يسلمك اخوي عادل، وخطاك السوء ان شاء الله.